النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من قصة أندرو كارنيجي. في الجزء الأول اتكلمنا عن بداية حياته كطفل فقير في اسكتلندا وإزاي سافر أمريكا وقدر يثبت نفسه بسرعة لحد ما بقى عنده واحد من أكبر مصانع الحديد والصلب في الولايات المتحدة. فلو ما كنتش شفت الجزء الأول أنا هعمل بلاي ليست بالجزئين وهسيب اللينك بتاعها في الديسكريبشن وفي أول كومنت. هنبدأ الجزء الثاني من بعد ما تمت الشراكة ما بين أندرو كارنيجي وهنري كلاي فريك، والشراكة ما بينهم كانت قايمة على اتفاق بسيط. أندرو عايز يزود أرباح الشركة بشكل كبير، لكن عشان يعمل كده لازم ياخد سياسات صعبة جدا ومجحفة في حق العمال وفي حق موردين الحديد والصلب، لكنه في نفس الوقت كان بيخاف على شكله في المجتمع. أما هنري ما كانش بيفرق معاه شكله في المجتمع، فكان هياخد هو كل السياسات الصعبة في حق العمال. ولو أي حد سأل أندرو أنت ليه سياسات شركتك بقت صعبة كده، هيقول لهم أنا ماليش دعوة، ده شريكي هنري هو اللي بياخد القرارات دي. وبعد ما تمت الشراكة هنري حب يثبت نفسه بشكل سريع لأندرو، فأول قرار خده هو إعادة مناقشة عقود توريد الحديد الخام من مناجم الحديد، وبسبب طريقته الصعبة والمخيفة في بعض الأحيان قدر يوصل لعقود بأقل بكتير من اللي كان أندرو متعاقد بيها مع مناجم توريد الحديد. وتاني قرار خده هو بتقليل رواتب العمال في المصنع، قلل الرواتب بحوالي 20% وزود عدد ساعات العمل، ده غير إن لغى كل وسائل الأمان داخل المصنع، وده اللي خلى العمال يوصلوا لحالة عصبية عالية جدا بسبب عدد ساعات العمل الطويلة والرواتب القليلة، وإن في أي وقت ممكن حد منهم يموت. بعض التقارير كانت بتقول إن 10% من عمال مصانع كارنيجي كانوا بيموتوا سنويا، ومع إن الوفيات كانت بتزيد إلا إن أرباح الشركة برضه كانت بتزيد. فأول سنة هنري قدر يرفع أرباح الشركة للضعف، وده اللي كان عاجب أندرو بشكل كبير. إلا إن أول اختبار حقيقي لسياسات هنري في إدارة الشركة حصلت لما شركة تانية صغيرة اسمها دوكين ستيل وورك بدأت تاخد حصة كبيرة جدا من السوق، وده بسبب إن أسعارهم كانت أقل بكتير من أسعار مصانع كارنيجي. واللي ما كانش مفهوم ازاي وصلوا للسعر ده، يعني كارنيجي وهنري قللوا رواتب العمال وخدوا عقود احسن من موردين الحديد، الا ان برضه شركة دوكين بتنزل الحديد بسعر اقل بكتير منهم. وكان بدأ ينتشر كلام ان هم بيستخدموا تقنية بتقلل سعر صناعة الحديد والصلب اقل بكتير من مصانع كارنيجي، وده اللي كان مجنن اندرو وهنري. ساعتها هنري قال لاندرو ابعد عن الشركة فترة وانا هحل موضوع شركة دوكين، وكان باين من نبرة صوته ان هو هيستخدم اسلوب قذر عشان يدمر الشركة. وبالفعل في خلال ايام قدر يستعين بجزء كبير من المرتزقة ومن ناشري الإشاعات، ونشر إشاعة بين كل الناس إن الحديد بتاع مصانع دوكين فيه مشاكل كتير جدا وبيفتقد إلى ميزة مهمة وهي الهوموجينيتي. طبعا ساعتها ما كانش حد عارف يعني إيه هوموجينيتي، ودي كانت كلمة من تأليف هنري، لكن الكلمة اللي من تأليف هنري ديت خوفت كل مديرين المشاريع، اللي هو إحنا مش هنستخدم حديد فيه مشاكل، فببساطة هنشتري الحديد بتاع أندرو حتى لو أغلى بشوية. وخطة نشر الإشاعات دي نجحت بشكل مبهر، لدرجة إن في فترة زمنية قصيرة جدا شركة دوكين كانت هتعلن إفلاسها. إلا إن في الوقت المناسب دخل هنري وتعاقد معاهم عشان يستحوذ عليهم. في الوقت ده أندرو كان مستغرب، أنت ليه يا هنري عايز تشتري المنافسين بتوعنا؟ مش أسهل إن إحنا ندمرهم؟ إلا إن رد هنري كان ذكي جدا، قال له الناس دي استخدمت تقنية إحنا ما نعرفش عنها حاجة، التقنية ديت قللت سعر الحديد بتاعهم أكتر مننا، إحنا لازم نعرف إيه التقنية ديت ونحطها في المصانع بتاعتنا. ساعتها أندرو اقتنع إنه شارك الشخص المناسب، الشخص اللي قدر يقضي على المنافسة في فترة زمنية قليلة، وأخد كمان التقنية بتاعتهم وطبقها في الشركة بتاعتنا. ومن اللحظة دي والشركة بتحقق نجاحات كتير جدا، لكن في نفس الوقت بتعمل مصايب أكتر. أول مصيبة كانت السبب في موت آلاف الأشخاص ومئات الأطفال. المصيبة ديت بدأت لما هنري اشترى أرض كبيرة في منطقة جبال بيتسبرغ وعمل عليها نادي للأغنياء، وسمى النادي نادي ثاوس فورك لصيد الأسماك والحيوانات. ولما بدأ هنري يوزع العضويات خلى العضوية رقم 1 باسم أندرو كارنيجي، وكان هو أغنى عضو من أعضاء النادي. ولأن النادي بالأساس كان نادي لصيد الأسماك فكانوا محتاجين البحيرة الخاصة بيهم، فأعضاء النادي فرضوا سيطرتهم على سد ثاوس فورك عشان يسيطروا على البحيرة اللي وراه ويبدأوا الصيد فيها. المشكلة إن كان على بعض الكيلومترات من مصب السد مدينة اسمها جونستاون. مدينة جونستاون كان ساكن فيها آلاف العمال وأسرهم، ولأن هنري ما كانش مهتم بسلامة العمال اللي ساكنين في المدينة بدأ يعمل تعديلات على السد اللي هو سيطر عليه، زي إنه قصر من ارتفاع السد بشكل كبير عشان يخلي شكله جميل قدام أعضاء النادي. ولما المشرفين على سلامة السد شافوا المنظر ده بقوا بيتوسلوا لهنري عشان يقوي من السد تاني وما يهدش منه أكتر من كده، لكن هنري ما فرقش معاه تحذيرات المشرفين. لكن المصيبة بدأت لما سنة 1889 حصلت أكبر عاصفة رعدية في تاريخ المنطقة. أمطار عنيفة جدا أدت لسيول كسرت السد اللي هنري كان عدل عليه تعديلات كتير، وكل السيول دي اندفعت لمدينة جونستاون. الحادثة دي موتت أكتر من 2200 شخص،
من بينهم 400 طفل، وفضلوا لسنين يكتشفوا جثث على بعد أميال من المدينة، ودي كانت أكبر كارثة بشرية أمريكا تسجلها في وقتها. ولكن لأن أعضاء النادي كانوا كلهم من أثرياء القوم استغلوا أموالهم ونفوذهم في إخفاء أي أدلة ضدهم، ولأن أندرو كارنيجي كان صاحب العضوية رقم 1 فهو كان أكثر المتبرعين عشان ينهوا المشكلة ديت بدون إدانة أي فرد من أفراد النادي. لكن دي ما كانتش نهاية الكوارث اللي اتورط فيها أندرو، بل دي كانت بدايته. أندرو كان عنده مصنع للحديد والصلب في منطقة هومستاد. المصنع ده كان بيحقق أرباح كبيرة جدا، وكان العمال فخورين بالإنتاج اللي بيعملوه، مع إن مرتباتهم كانت قليلة والأجازات معدومة ومفيش أي تقييم لمعايير الأمان، إلا إن كان عندهم أمل إن العقود بتاعتهم قربت تخلص، وفي تجديد العقود هيطلبوا زيادة في المرتب وزيادة في وسائل الأمان في المصنع. وأندرو كان عارف إن العمال عملت رابطة للعمال وكانوا هيطالبوا بالطلبات ديت في نهاية عقودهم، فأندرو لمح بطريقة ما إن لو العمال كانوا كويسين معاه هيعمل لهم مكتبة جنب المصنع عشان يتعلموا فيها اللي هم عايزينه. وطبعا ده عرض كان غبي جدا، اولا لان اغلب العمال ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب، ثانيا معنى كلمه يبقوا كويسين معاه ان هم يتخلوا عن رابطه العمال بتاعتهم ويتخلوا عن المطالب اللي هم بيطلبوها. ولما اندرو شاف ان العمال عنيدين جدا ومصرين على الطلبات اللي هم عايزينها، قرر سنه 1892 انه يسافر اجازه طويله لاسكتلندا قبل انتهاء عقود العمال وتجديدها في المصنع، وكلف هنري انه يجدد العقود مع العمال في المصنع بدون زياده في المرتبات وبدون زياده في وسائل الأمان، وادى هنري كل الصلاحيات إنه ينفذ الأمر ده بأي طريقة ممكنة. بمعنى آخر، أندرو كلف هنري إنه يكون عنيف جدا مع العمال ويعمل اللي هو عايزه بأي طريقة ممكنة، وأندرو ساب البلد وسافر اسكتلندا في أجازة طويلة عشان يبعد عن أي مساءلة لو حصل مشاكل. لكن أندرو قبل ما يسافر ادى هنري أمر مهم جدا، قال له لازم تزود نسبة الإنتاج في المصنع بشكل كبير عشان يبقى عندنا مخزون كافي، لو العمال عملوا مقاطعة للعمل أو مظاهرات للاعتراض يبقى عندنا كمية كافية من الاستوك نقدر نبيعه لحد ما نخلص المشكلة مع العمال. وبعد ما سافر أندرو، هنري بدأ يضغط على العمال بشكل عنيف جدا عشان يزودوا الإنتاج بشكل مرعب، وبسبب انعدام وسائل الأمان في المصنع والضغط القوي جدا على العمال عشان يزودوا الإنتاج، بدأوا العمال يموتوا بسبب حوادث بتحصل في المصنع. بعض التقارير بتقول إن في الفترة القصيرة دي 10% من عمال المصنع ماتوا بسبب حوادث حصلت نتيجة لعدم وجود عوامل أمان. الضغط النفسي والعصبي اللي كان بيتعرض له العمال، زائد ان العمال بدأوا يشوفوا زمايلهم بيموتوا في المصنع، خلاهم يتمسكوا اكتر بالمبادئ اللي كانوا عايزينها في تجديد العقود بتاعتهم. ولما انتهت عقود العمال وبدأت رابطة العمال تتناقش مع هنري في العقود الجديدة وبدأوا يعرضوا مطالبهم من زيادة في المرتبات وزيادة في وسائل الأمان جوه المصنع، كان رد هنري لو عايزين تكملوا شغل في المصنع أولا لازم تفكوا رابطة العمال، ثانيا العقود هتتجدد بتقليل في المرتبات بنسبة 20%. وده اللي كان رد صادم ومجحف لكل العمال، اولا لان هم عارفين نسبة الارباح الكبيرة جدا اللي بيحققها المصنع ده، ثانيا هم استحملوا ضغط نفسي وعصبي كتير جدا. مئات العمال ماتت في المصنع وهم بيشتغلوا عشان يكبروا اسم المصنع ويبقى واحد من اكبر مصانع انتاج الحديد والصلب في امريكا، وكانوا كل اللي منتظرينه من صحاب المصنع هو زيادة في المرتبات ومعدلات الامان. لكن هنري كان مصر انه مش هيتنازل لمطالب العمال، فبدأ العمال يحاولوا يتواصلوا مع أندرو كارنيجي في اسكتلندا، بعتوا له مئات البرقيات بيحاولوا يوضحوا له فيها قد ايه هنري ظالم في العقود الجديده معاهم، وان اكيد انت يا اندرو يلي بتدافع عن حقوق العمال مش هترضى بالظلم ده. لكن اندرو ما كانش بيرد على برقيات العمال، ولكنه في نفس الوقت كان بيبعت برقيات لهنري بيطمنوا فيها ان هو موافق على السياسات اللي بيستخدمها هنري في الضغط على العمال، وحتى في برقية منهم كان بيقول له في نهايتها احنا معاك للنهاية. وده اللي طمن هنري اكتر وشجعه على انه يستمر في سياسات الضغط اللي بيعملها على العمال، وراح مبلغ العمال ان اللي مش هيرضى بالشروط اللي انا فرضتها هستغنى عنه واجيب بداله عامل مهاجر ادفع له فلوس اقل. ساعتها العمال قرروا الاضراب عن العمل على اساس ان دي هتكون ورقه ضغط على هنري عشان يرضى بشروطهم. راح هنري مبلغ رابطه العمال ان احنا مستغنيين عن كل العمال اللي اضربوا عن العمل، يعتبروا نفسهم ما يرجعوش الشغل تاني. وده اللي زود غضب العمال اكتر واكتر، احنا اكتر ناس ضحينا عشان المصنع ده، احنا ضحينا اكتر من صحاب المصنع نفسه. فقرروا يعملوا وقفة احتجاجية قدام بيبان المصنع يمنعوا فيها اي عمال جدد ان هم يدخلوا المصنع. لكن هنري ما تأثرش قوي بالقرار ده. بكل بساطة أندرو لما طلب منه يزودوا إنتاج المصنع عشان العمال لو عملوا إضراب يبقى معاهم وقت تكون فيه أرباح المصنع مستقرة، لكن هنري كان عين مرتزقة اسمهم بينكتنز. البينكتنز دول كانوا هيجوا بالسلاح بتاعهم عشان يقضوا على الإضراب والتظاهر اللي قدام المصنع. أول ما العمال المتظاهرين بدأوا يشوفوا المرتزقة دول جايين عليهم بالسلاح بدأوا يتكلموا معاهم إن يبعدوا عنهم،
احنا بنتظاهر مظاهرة سلمية عشان ناخد حقوقنا، لكن المرتزقة كان عندهم أمر واحد بس، اقضوا على التظاهر بأي شكل. وفي الوقت ده بدأت المعركة. معركة استمرت أكتر من 12 ساعة، كان فيها المرتزقة بيستخدموا الأسلحة النارية والمتظاهرين بيستخدموا السكاكين والحجارة. خلال ال 12 ساعة مات العشرات من الجانبين، لكن في انتهاء المعركة كان فريق واحد بس هو اللي كسبان، فريق العمال المتظاهرين. في اللحظة دي العمال كانوا في غاية السعادة، أكيد احنا كسرنا شوكة هنري وهنقدر نتفاوض على الحاجات اللي احنا عايزينها. وما كانوش متخيلين جنون العظمة هيخلي هنري يعمل ايه الفترة الجاية. في خلال ساعات هنري تواصل مع حكومة ولاية بنسلفانيا، وقدر يقنعهم بالفلوس وبالنفوذ ان هم يبعتوا الجيش بتاع الولاية عشان يقضي على التظاهر اللي قدام المصنع. وبالفعل ارسلوا اكتر من 8000 مجند بالاسلحة بتاعتهم عشان يقضوا على التظاهر. وفي اللحظة دي أدرك العمال إن هم مش هيقدروا يواجهوا جيش نظامي، ودي كانت النهاية بالنسبة للعمال اللي بنوا المصنع. بنوا المصنع بعرقهم وبدمهم، وكانت النهاية إن تم تبديلهم بعمال مهاجرين بياخدوا مرتبات أقل منهم. آلاف الأسر اتدمرت بسبب قرارات هنري، وده اللي خلى المجتمع ينقسم جزئين. جزء شايف ان السياسات الصعبة اللي بيتخذها هنري هي اللي بتقلل سعر الحديد وبيبني امريكا الحديثة، وجزء شايف ان مهما كانت سياسات هنري مفيدة للمجتمع فما فيش مبرر لقتل الناس. لكن اندرو ما كانش فارق معاه كل ده، كل اللي فارق معاه ان المذبحة اللي حصلت اثرت على اسم اندرو كارنيجي، وحركة ان هو يتهرب ويحط هنري في وش الصورة ما عادتش نافعة مع المجتمع. وكله بقى شايف ان اكيد هنري بينفذ كل القرارات دي بموافقة اندرو، ومش معنى ان انت كنت في اسكتلندا ان انت ما كنتش على علم باللي بيحصل. ساعتها اندرو قرر انه يقعد في اسكتلندا مدة اطول لحد ما الامور تهدى في امريكا، لكن كل ده منفعش، وصورة اندرو كانت اتأثرت للابد بسبب المجزرة اللي حصلت. اندرو اول ما رجع امريكا بدأ يحاول يحسن صورته في المجتمع، بدأ يتبرع بفلوس كتير جدا ويبني مدارس ومكتبات في كل مناطق أمريكا على أمل إن صورته الاجتماعية قدام الناس تبدأ تتحسن. وكل ده ما كانش فارق مع هنري، هو كده كده ما بيفرقش شكله في المجتمع. لكن أندرو عمل حركة دمرت صورة هنري قدام الناس. في لقاء صحفي مع أندرو قال إن هو ما كانش عنده أي علم باللي بيحصل، وإن لو كان موجود في أمريكا وقتها ما كانش هيحصل المذبحة دي، وإن كل اللوم المفروض يكون على هنري. هنري هو السبب في كل المشاكل اللي حصلت. ساعتها هنري وصل لأعلى درجات الغضب من أندرو. لسنين أنا كنت بنفذ كل اللي أنت بتقوله وكنت بكون أنا في الصورة، لكن إن أنت تسلمني على إن أنا السبب في كل المشاكل ده اللي مش هيعدي أبدا. هنري استقال من إدارة الشركة، وكان عايز يفض الشراكة اللي ما بينه وما بين أندرو، فالمفروض أندرو يدفع لهنري القيمة العادلة للأسهم اللي يمتلكها هنري في الشركة. لكن عند بداية المفاوضات أندرو قرر يقيم أسهم هنري بسعر أقل بكتير من السعر العادل، وده اللي زود من غضب هنري أكتر وأكتر، وده اللي خلى هنري يرفع قضية على أندرو عشان يقيم الأسهم بتاعته بالسعر العادل. والقضية دي كانت واحدة من أكبر القضايا الاقتصادية في أمريكا وقتها. لكن في النهاية تم التوصل لسعر مرضي لأندرو وهنري، وأندرو استحوذ على الأسهم اللي كان يملكها هنري في الشركة مرة تانية، وده اللي خلاه يرجع المالك بنسبة 100% لشركة كارنيجي ستيل. بعد ما أندرو رجع استحوذ تاني على الشركة بتاعته بالكامل، فضل هو في إدارة الشركة لفترة، لكنه كان بدأ يحس إنه كبر في السن. أندرو في الوقت ده كان عدى 70 سنة، فبدأ يكون عنده الرغبة إنه يبيع الشركة بتاعته. لكن المشكلة إن الشركة بتاعته كانت قيمتها عالية جدا. مين في أمريكا معاه الفلوس اللي تخليه يقدر يشتري كارنيجي ستيل؟ في الوقت ده كان عملاق الاقتصاد جي بي مورجان بالبنك بتاعه بدأوا يدخلوا في استثمارات كبيرة في السكك الحديد الأمريكية. كان عندهم بعض مصانع الحديد والصلب لكنها ما كانتش بكفاءة مصانع كارنيجي. جي بي مورجان عملاق الاقتصاد كنا عاملين عنه فيديو بالكامل بيحكي قصة حياته، واللي أنا شايفها واحدة من أكتر القصص المثيرة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي. جي بي مورجان تواصل مع أندرو كارنيجي وقعدوا في قعدة هادية وقال له أنت عايز كام في المصانع بتاعتك؟ ساعتها أندرو سحب ورقة وكتب عليها 480 مليون دولار. 480 مليون دولار كان هيبقى أكبر رقم لصفقة اقتصادية حصلت في تاريخ العالم وقتها. جي بي مورجان مسك الورقة وبص فيها بصة سريعة وقال لأندرو كلمة واحدة بس: أنا موافق. وبالفعل تم الاستحواذ على كارنيجي ستيل من قبل جي بي مورجان والبنك بتاعه بسعر 480 مليون دولار. 480 مليون دولار اللي هم يقدروا بتاريخ النهاردة بأكتر من 20 مليار دولار. أندرو كان بدأ يكبر في السن، وكان عارف إن الناس مش هتفتكره بالحاجات الكويسة، بل هتفتكره بالحاجات الوحشة اللي كان اسمه موجود فيها. فقرر انه يتبرع بجزء كبير من فلوسه. اتبرع بأكتر من 350 مليون دولار في إنشاء المكتبات والجامعات والمدارس حوالين العالم. حاول يحسن صورته بأي شكل قدام الناس،
لدرجة إنه كان بيدعو رؤساء الدول المتحاربة وعشان يقعد معاهم ويحاول يرشيهم إن ما يقوموش حرب. أبسط مثال على كده إنه قعد مع قادة الحكومة الألمانية قبل الحرب العالمية الأولى عشان يحاول يقنعهم ما يدخلوش في حرب عالمية، وكان بيحاول بقدر الإمكان ينشر السلام حوالين العالم. فكل ده هيخلينا نسأل سؤال: هل أندرو كارنيجي كان شخص طيب ولا كان شخص شرير؟ أنا هسيب الحكم ليكم والقصة قدامكم بالكامل. أتمنى لو حابين النوع دوت من القصص تشتركوا في القناة وتنتظروا فيديوهاتنا الجاية، هنتكلم عن شخصيات أكثر إثارة. أشوفكم الفيديو الجاي.